الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كن درسي كرة الكفارة باب ما دران جلك ميكاني ولكات الأبنى ثم تقول إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. ما جرى شيخني رحمه الله تعالى: معي ما ربي كان ربي خلقي ساتي وجنته كان فسرون وان حلول ما مرتيسون خلقي كيس ربي قبشو وان مرتيسون اختلاطة خلقي وجني وللكبم وللاكم وان مرتيسون فسروني باطلا أجلا من وجوه كراهة دون باطلة يجلس معيا وان حلولا في اختلاط مرتيس تفسرون دوبا قتني باطل كراهة الدوني. الأول أنه مخالف لإجماع السلف فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. وقفاجرا تفسيركنا تيو إجماع سلفا خالفا فما فسرها أحد منهم بذلك إسيهم فسر معيا كان تكون سلف الراته دوبا بما يقتضي الحلول والاختلاط أن فسر بل كانوا مجمعين على إنكاره وأن كان مرمورتي والتأنيجرا جسر إنه سلفون نجسر. قد أجمع السلف على إنكار أن يكون الله عز وجل ممازجا لخلقه ومخالطا لهم بل هو عال على خلقه مستو على عرشه جسر. دوبكم ما لذتنك أجلتا يدل على بطلان كون المعية في الآيتين أريد بها معية ممازجة واختلاط كانت الرافدة وانسلا جرجرا نسانا أكا باطلة إرتنك أجلتا جسر. دوبا وإذا قيل إن المعية لا تقتضي الممازجة والاختلاط قالوا هذا تحريف منكم الآية جلا فتنكرون علينا تحريف الآيات وأنتم تحرفونها. فنقول لهم إن إثبات المعية لله لا ينافي علوه سبحانه وتعالى فكلاهما حق دل عليهما القرآن والسنة وأجمع على ذلك سلف الأمة. الثاني لما فان أنه مناف لعلو الله تعالى علوي ربي تندوب قسنيك والنفيئة بما يقتضي الحلول والاختلاط لا يفسر مجد قلتهنت ربي نفياكم. الثابت بالكتاب والسنة علو سنمو كتابا في سنة لان كالثبات والعقل والفطرة وإجماع السلف وما كان منافيا لما ثبت بدليل والنمر ما تيد أبمسيسا والنتي والرقالان ثبته كان باطلة هجزت أرى بلاش بما ثبت به ذلك المنافي ومنافس ثبتين باطلتها. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. دوبا قتني كناني باطلة هجت إذا صفني علوي الرملة صفتاتي صفة ربي كيستي بريتي ملتا هذا علوي ما ربي رتي ونك جلسس دليلي هد تجرى أكا كرين علماء دبة نستي تجاوزت 1000 دليل جلا علوي ما ربي رتي كان كجلسس إذا دليلي قرآن حديثني واميقا تجرى قنا مصنفين رحمه الله تعالى نوف دبة يربي فيه. إذا كن موجد يو بما يقتضي
الحلول والاختلاط لا يفسران علوي ما سنة نفيئوت أرقم جدت إقاهوري معي يا ربي كان حلولا في اختلاطا فسرون باطلتها أكنا جعل شيخني رحمه الله تعالى حيه بالكتاب قرآنانس قرآني رقابا إذا كان نديه علوي ما ربي رتيجو أكما علوي ما ربي رقاران إيه فمثلا ونجر جرام كن سمو كتاب من باطلتها جدت حديثانس دوب عقلي دانس فطرة دانس جدت عقل صحيحة يجرك سبحان كم نجدت أكا ربي سبحانه وتعالى قلت إرتنا مكاجل فطران كان دوبا قتنيكا أما الليوا كرارا هندبسين دوبا أكا ربي سبحانه وتعالى قلت كان إنيرت كاجل إجماع سلفا إجماع رمتي أمتاتو كان الرجل جدت كان أفوكم باطلتها الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى تدفع عن جدت تفسير علومي ما كان وان حلولا في اختلاط مرتس يوكاني سنة أرقم سيس فسروني لوازم باطلة لي لزم سيفتها لوازم باطلة تات كربين ما لجدت سنرى واحد لزم ولا يمكن لمن عرف الله تعالى هم جاهم ونمر به سابره وقدره حق قدره كان يتقدس يجري حق يتقدس وعرف مدلول المعية معنى معية كنبر في اللغة العربية لغة عربة كيست معنى في خبره التي نزل بها القرآن لغة عربة كقرآن نبوة سنة كيست يسر أن يقول جتون إن حقيقة معية الله تعالى لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا به معي ما ربي لا خلقي ساتي وجنين جراتون خلقي لا وجنين مكماتها أو حالا في يمكنتهم بوتاساني كيس قبتاتها جتون نما دوبا قتني كربي قدسوا في نما معنى ما إيا بريدي دوبا أكنا جتون سافي مجاه جتو دوبا فضلا عن أن تستلزم ذلك سنلزم صفتو لي سيدي أكنا مجتون دجتون ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة نما لغاهم بيكن يوتئم عليه نمني كان جرنجر جاهل بعظمة الرب جل وعلا قدنا ربي نما ولا لا تهم عليه جج إذا ربي سبحانه وتعالى جهة علوي جرى جهة سفلي تيمتي ججوني ربي قدس الرأي جج ربي قدس الرأي بعضين زنادك هجلا سبحان ربي الأسفل جتيرا سبحان الله بشرنا مجرمة من ريشين ما ليه لاعتقاده أنه سبحانه وتعالى في كل مكان هند كيس جلجتولي اعتقاد تاره إن الله في كل مكان جلجتولي كلام باطل مخالف لأدلة علو الله جل وعلا كان أخونا ملغة عرباهم بين يوتي ملي نما قدنا ربي ولا لا تهي يوتي ملي نمكنا جرنجره فإذا تبين بطلان هذا القول تعين دركمتها ما تدركمتها جنان أن يكون الحق هو القول الثاني حقني جدت إذا لما فاسنته جدت وهو أن الله تعالى مع خلق ذات والجنين تهادى معية تقتضي أن يكون محيطا بهم معية مرتيسة جدت لربين إثاني سمساته علما وقدرته وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته جد والربوبي من سامرتست إره مع علوه على عرشه عرش سارة والتوج فوق جميع خلقه قبا مخلوقته هندرة تهوج وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب شكيتكم ملي ظاهر آية لما نسيت لك مجادلاتي في حديثا لأنهما حق ولا يكون ظاهر الحق جري لما نحكى سورة مجادلاتي في حديث كتفجر آيات لما نحكى ظاهر حكى مو حكم لإنسأوه ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا والنباطل
ظاهر قرآناتون همجاه أبد متوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية جلا شيخني رحمه الله تعالى معية كني تختلف أحكامها بحسب الموارد. أحكامني سيدا واللبا أكا إرتلو في واللبا بوتا اتلو أكسيت واللبا جدت. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ربي نبيخ واندتش خيسا سينو في واندتش رابه ربي نبيخ إلى قوله وهو معكم أينما كنتم. علمي لأن جمر أول أتي وهو معكم أينما كنتم بكم سنتاتا هندت ربي سني وجنت هذا دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ظاهر ربي كان مال رتك جلسة حكم معية كان لا ومقتضاها والنيس فرشيسس أنه مطلع عليكم إسن رتم اللتان ربين شهيد عليكم إسن رت رقابها ومهيمن شاهد عالم بكم إسن بيكالا. وهذا معنى قول السلف معنى جيش سلف وذات إنه معهم بعلمه كان رجلا جيش. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته حقيقة مدبيت معياداني دوبا قتنيك حقوقم تقاداتي أولت معيان علمي لان جيش علمي لان أولت علمي لان جمره علمي لان محمد دومه. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما قلنا متده نرقم يو ربي أرفيسا ثانيته مليجا إلى قوله إلا هو معهم أينما كانوا هم جلد الله نساني وجنته مليئنا فباكم إسان تهانوا التجا. ولما قال النبي إذن آياني كالشوتو جدو لقادوبة كسورة حديث كسورة مجادلات علمي الآن دوبة قتني جل كبدي علمي الآن فته إذا معي يمان إني أسيكون معي يمان علمي تيسر كن مو جل ظاهر الخطاب ظاهر ما خطابات يوكنا رتك جيسي. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا وقم إرجمان أكدر وأبي بكر كان هذا أيضا حقا على ظاهره إن كنت معي يمان كنت حكت يجد ظاهر مسارة كانت. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. حال ما لرتك جلجته حكم معية إيش كان أمو معية اطلاع ربي نرتم الله تيسم جرا نرقى جرا ننصر نقرقار يجو أكد يجو إنني معكم أسمع وأرى أقوم مصالى في هارون جري إسنكم معية اطلاع معية نصي كان تأييدات ظاهر مدرتك جلجة دوبة. ثم قال إيقاسي جري شيخني ابن تيمية فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. لفظ معية كنجا قرآن في حديثك ستي هجتي فميجر بكولي هدو كمرتس جدت بوتا هندتو حالوان بوتا كانت هم مرتسين جدت ولا بجدت هندنو يوم عن عيسى فقات فسرما. فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ما جلك عشيقنا فإما أن تختلف دلالتها تكاه معنى نسنرتك جلشاجرت واللبور أكبوتاتين أو تدل على قدر مشترك تكاو كجلتو قدري لكي واو مشترك وهي وان كيف والشارك نجرا وهي رسيت بين جميع مواردها بقى يسين نفته هند كيف تجد. وإن امتاز كل موضع بخاصية وتملي بالشابه قبابه جدت بوتا هندتو
خاصية لان وأن سقف إلى التسون فعلى التقديرين تقدير للشوت أن تختلف دلالتها بحسب المواضع جنس أو تدل على قدر مشترك جنسي ليس مقتضان تنتان والنيتي مرتيسيت أن تكون ذات الرب ذان ربي يكون خلق إلى وجه والاتماكة تجتومتي كفلا جرمو ظاهرة الراء رجل تيسي أو لم تيسي كان جرمو الجو ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها أما نكجلتا ليس مقتضاها والنيت فرجيسسون هنتاني ذان ربي خلقي لا وجنك ولتمكة هنتاني جتشورتي دوبا قرتنيك نكجلتا أن الله تعالى الله نلتالة ذكرها إسيربة معياكا في آية مجادلة كيف تربته بين ذكر عموم علمه يدود بغلتنيك علم إنسان هندم والقهو أول آيات سنة ربته وآخر آخرة ربته أول تسع علمي الأنجل كبه آخر علمي الجر يدو كانت معيا كان ربته جج يدو كانت معيا كان ربته أول علمي ربته آخر تسع علمي ربته دوبك واني معيا كن هذا مرتسا جرتو ذان ربي خلقي والاتماكة ججومتي كان راتنو كجل شاجرو علمين درفمي أمس علمين بودر رفه ولكا كانت معي أن دبت مورا فقال ألم ترجل أن الله يعلم له ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم علمي لأن جلقبه علمي لأن فتكنه إذن دوبا معيان كني معيا علمي تملي معيا إذا اختلاط حلولي ما مرتس متيجة دوبا فيكون ظاهر الآية نساء أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأن معيانكم مرتسد ربي قبرو تسابيك هاته وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم دلقات هنرى ونرب رتروك تنجر لأنه سبحانه مختلط بهم ربي ثاني والمكة جتومت ولا أنه معهم في الأرض جتشيك ثاني وجل فجر جتومت دوبا كن سياق آية لالني فاستروا رماليتها أو لا مجراكم كناه أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى معية رب دبة مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير آية حديدي كيف تسجل رب معية ربتها لك من مسبوقة معية سندر فمتها لسات بذكر استوائه العرش عرشي سارت أولته أول دبتك يججل وعموم علمه علم سهندمك والقهو دبتك يججل متلوة آنمتها لسات إيقسيم دبتك مالت آنس ببيان أنه بصير بما يعمل العباد وأن قبرون هجة أن أرقى رججت أنفمتها لسات أسيك كان دبتك كناه معي علمي تيجت هو الذي خلق السماوات والأرض جلاله سموني في أرضي فخلق في 6 أيام اللي كيقول يا جهة ثم استوى على الأرش كنه هذا دبت أسيك يعلم جل كنه نيبك ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم جلك والله بما تعملون بصير جلك فكانت آنس جلت فيكون ظاهر الآية ظاهر آيانا نتهجت لك دوبا ظاهر آية نتها أن مقتضى المعية مقتضى المعية له وأن معيانكم مرتس جلت لدوبا علمه بعباده رب سبحانه وتعالى قربوت إسالا
بيكاته وبصره بأعمالهم ربين قابروت إسادا أرقاته كان مرتسجلته مع علوه عليهم ربين ثاني الرتي أولته ما والجنين واستوائه على عرشه عرشي سارت جلته لقرتني ربي أولته وجل لا أنه سبحانه مختلط بهم ربين ثاني والمكاسجر جلته ولا أنه معهم في الأرض لتشكي سجر جلته وإلا أصوانا كسيتي لكان آخر الآية مناقضا لأولها آخر آية أول آيات لا كان ديبتها جلت الدال على علوه واستوائه على عرشه أول آية كنه الرحمن سبحانه وتعالى عرشي رتقل تجرى ثم استوى على العرش يدا أول آية كان رتقل جلتا آخرين وهو معكم جلتون وتو مختلطون بهم معهم في الأرض رتقل جلتا كان جرى موديس لا والدي قارره فإذا تبين ذلك يروس مدلة إفا قليجة معي مانكم معيا علميتي دوبا قرتنيقا إذا اختلاطات متجدون فإذا تبين ذلك أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم جد حالة ثاني ربني بيكا ويسمع أقوالهم جد ثاني ندقها ويرى أفعالهم وجي ثاني أرقى ويدبر شؤونهم حالة ثاني نتطل شافي فيحيي ويميت نجرات دوبا يجيسا ويغني ويفقر ni duromsa abba ferizika nduromsami kani simmo duba gattani ni rakkisa jechu rabbi subhanahu wa ta'ala wa yughni wa yufqir wa yu'ti al-mulka man yasha abba fere motumma kenna wa yanzi'u al-mulka mimman yasha abba fere ras motumma niful wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha abba fere nijabesa abba fere nitikesa ila ghairi dhalika mimma taqtadihi rububiyyatuhu jechu wa rububiyyumma rabbi murtaysitu irra دوبا قرتنيكا وكمال سلطانه موتما ساقوتتي وان إني مرتي سرة لا يحجبه عن خلقه شيء إذا حجبوا شيء قاردوا خلقي سارا ونتقل لجج ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة inni jechuudha gattanii kaa kun haala isaa tahee jedhe khalqi isaati wajjiniin tahaadha jechuudha haqiiqaadhumatti kunoo yuhyi wa yumiituudha yughni yuftiruudha yu'ti al-mulka man yashaa'uudha dubbiin akkasii mire inni kun haala isaa tahe fahuwa maa khalqi haqiiqa walaw kaana fawqahum ala arshi haqiiqa otumallee gubbaa arshii irratti tahe jechuudha haqiiqaadhaan oduma gubbaa arshii irratti tahee jiru haqiiqaadhaan duuba fahuwa maahum jechuudha إساني والجنين جراجت قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في فصل الكلام على المعية معيارة وقربة قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا إن رب دبته كن وندنوجة جرقا رب قب عرشي رشته أما سمون ولينته حق على حقيقته دا لا يحتاج إلى تحريف التناج أمونكن ولكن يصان نيتي فما عن الظنون الكاذبة ظنوا كاذبات الره ظني خجبد إتات الره نيتي فما جلت يدوك دوب ربين عرشي رتي والتهوتي يدو ربي خلقي وجنين تهو وني والنفي ويهنجرويا وني والنفي وينجروا ظنونا مكاذبة الراتيسون نبرباج فجلتو وقال في الفتوى الحموية وجماع الأمر في ذلك كان كيستك أمري ولكبو أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور كتابا في سنات قرآن في حديثة رسالة من الراني أرقما كمال الهدى والنور قجل من قوتو تيتو أرقما إفا قوتو تيتو أرقما لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق حكه الرهون مقصد وأعرض عن تحريف الكلم
كلمات الجرور رانا مقرقل عن مواضيه بكوليس الراج الجرور إيسجت وللحاج في أسماء الله وآيات أسماء ربي وآياتها كيف وانسلا وجبر دفسون ما إيسي حيه ما تورقماف كمال الهدى تورقماف نورة أرقماف يجد تور كتابني السنان إسان الرا هدى قوتو تيب نورة قوتو تيب تورقماف إنما كان ولا يحسب الحاسب هياد من ياد أن شيئا من ذلك يناقضه بعضه بعض البسة سنرى موجبت قرين سا قريدي قجلتو هياد قرين قريدي قجلتو هياد تسمتو مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة والقرآن حديثة كيف من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم ثم مخالفة إن تركا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه رب سبحانه وتعالى فندر جهاف ليسات تهالج كانت تخالفا جرين ونحو ذلك فإن هذا غلط إن كنت قبر جدت علوي ما ربي تيزي دوبا تنيكا قبل وجه مسليته وننفيه هنجرو أما ذلا أقوم عقلي تجدت أدنكن يروبات كيست فالشمس حين شروقها أو حين غروبها فيجدها الإنسان تلقاء وجهه وهو فوقه عالية عليه دبين كثي كم مخلوقا كيست دكا وانا كثي هياد وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير جد أما كنوا استوى على العرش جدا وهو معكم مدبة جد وللنفي فأخبر أنه فوق العرش قبار شتته رب نوهمه يعلم كل شيء وهندان به وهو معنا نوجنتا أينما كنا بكمتان هندد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال حديث أوعالا كيف تيجت حديث أوعالا أرينكم ددبانا وهي ملائكة سورة بصنوت جرا وهي حديث إيراد قجرا وهي كان كاف جد حديثنا كيف تدوب إرقما مالت والله فوق العرش جلله وهو يعلم ما أنتم عليه الله هندو بغتنك قبع الشيء تهادا وهو يعلم ما أنتم عليه وثم قبع الشيء تهمه وعنفن الرجل تنربي قبك بني بخاجة واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى لذاته على عرشه شيخنا كان جدو رحمه الله تعالى معي كان ظاهرا تفسرون حقيقة ربي ما تفسرون وان ثبت هندي جد علوي ما ربي تثبت يجره ربي ذاته مساتين على الشيء رتولتون ثبت يجره معي ما كن يوكان معي كان ظاهر مرت حقيقة ربي مالو جنة يود إثنه علوي ما يتسنى وجنه والهندي وجدت وذلك من وجوه أكن والهندين كراهد إلى اللجلت الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه رب سبحانه وتعالى يدوي سلماني ولكبير جت وهما ساتي في كتابه المبين كتاب سالا واحد دوبا ينسى تيكيستي رب دوبا ولكبير المنزه عن التناقض كتاب ميساكن قل فما كانت جت مال الرا تناقض الرا والديبور وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما إذا ربي معي ما دبته استواء على عرشه دبته إذا ربي ولكبه جره ولربي كتاب ساكتة ولكبه فلا تناقض بينهما يدوي ثانيت والديبون هنجرويا وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض وهم من القرآن كيف كنجر والديق جدت كانت يادو فيما يبدو لك فتدبره تنطلي ميلي أبدوتي حتى يتبين لك حما نسيم اللتت دوبغتني أكا نسيم اللتو من أبدوتي تنتليه لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن يا كن ربين سليس عن قرآن كان هنسين تلنوجد ما يقل اللالنو قال اللالنو مليجو
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قرآن يكون غير الله الرأفه سلا واللبدي بايته كيست أرجنجة فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم ميلا بدوت انسليتي يو سيمولات سلا دبين تولي يوم سيمولات كراور علمي كيست ميلا جبيفته ورا رسوخ ما قبوا خراسنا قبضوا الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا والرجل ويسجد نتيتي آمنا هندنو محكمين متشابهين من عند ربنا والرجل خراجر قبض وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه جلس أتي دبيه هركسي قوفتا قرآن بوسي قوفتا إسابيكو سنتي هركسي لأبدوسي ملين أولين واعلم أن القصور في علمك جباب النبيكم سكيك ستتهات أو في فهمك تكا فهمك ست أرجمات وأن القرآن لا تناقض فيه قرآن إذا كيس جتر دوبغتني والديقون تقل لنجو قرآن والهنديقو حيه وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما يرجلنه كانت سياكي كان يجد وكذلك ابن القيم في مختصر السوائق في سياق كلامه على المثال التاسع مثال الجفارة وقو كلام أوفو مما قيل إنه مجاز وانجد من الرأي إني مجاز وانجد من الرأي جده دوبا قتنك يرو أوفو سنة جدو يرو كلام أوف في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز مثال التاسعي وانسلا مجاز سلانجدمنه سنرى مثال تاسع الرتي وقود بأوف ماجد قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه ربي ودي سيجر الله خلقي ساتي وجنين سهادة مع كونه مستويا على عرشه عرش سارة والتاة وجن وقرن بين الأمرين يدو أمر لا تشويوم والسكن ديس كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديث آية سورة حديث سنة دبت قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه عرش سارة والتوصر بدبته وأنه مع خلقه أمو رب خلقي ساتي وجنين دوبغتني كاسهالة جتشول لي دبته جتشو حيه وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه قبعرشي ساتي وجي ثاني ربي نيرجع كما في حديث الأوعال أقوم حديثا أوعالي أما حديثا ما دبرت نجلت للندير هذا أخيرا كتاب التوحيد كيستي شيخ محمد بن عبد الوهاب حديثنا خافنيرو إرميان ببتوري سنس والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه حديثا فعلوه لا يناقض معيته يجد قلته ربي لا معي ما تلا هنديبو ومعيته لا تبطل علوه معي ما ساهم ما علوي ما ساهم بل كلاهما حق جرلت يحقا أكن جرجت شيخ ابن القيم اللي شيخ الإسلام ابن القيم اللي رحمه الله الوجه الثاني وجه لما فان دوبا تنيك أول هنديبو جتولا فيه أو فاجرة من وجوه ثلاثة جري وجه سده إلى الله دوبا معياتنا ظاهرة رتيو فسر حقيقة ما ربي ملت رتيو إسنى جن علوي ما ربي توجني والهندي وانجلو وجي كان وفارج وجينا ولا ربي تيو كتاب ساكيستي والاتكاب وان كان دوبا قرتنيكا هيا كتاب ساكيست مو تناقضين جرو وانجلو را كلام فاكن مو أن حقيقة معنى المعية حقيقة معنى معية كن لا يناقض العلو علوي ما ربي لا هنديق فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق اجتماع نمجة هجت حكم مخلوقات هست فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا جرم الأمة نتي ديمو راهن ديمني هال جين وجنجر جنس وجنين جرة ولا يعد ذلك تناقضا راهن لكهم سنجدت ولا يفهم منه أحد نمدق كنرى فهم كلامك كنرى أن القمر نزل في الأرض قمري دتشت قدبه لا فجر كان وجن ديم يجتور فهم وثم غبار رجل
فإذا كان هذا ممكنا إيجاكم مجاهات في حق المخلوق كيست ففي حق الخالق المحيط بكل شيء حق خالق وهندة مرسات كيست مع علوه سبحانه من باب أولاه. وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. حقيقة معية كانت بوتاتك في التكيسة ولكبمو دوبا تنيه اللزم صفته. أما فكنيابي دوبا واهي وراكيست زوجة الرجل معه ولنين بور وجنين جرتي يلنين قالوا ورتين بيا براكيس جرتين نما بيا إسارة به جروهيتين هل زوجتك معك أم طلقتها وتجلنين ما زالت معي جلانين أسنجر فرين سودي فاجرة بياد داجرة مع أنها في بلد آخر ومع ذلك يقول زوجتي معي كن معنا سري ليجتون ما زلنا نسير والقمر معنا يروج النسي أمر قبال مرة جرجتون إبارانكم صحيحة فقصية جتون سياقة معنا حدد ملين دوبا قرتني لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان صح. وإلى هذا الوجه أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال وذلك أن كلمة معج كلمة مع كانت في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة. لغة كيف تجدت قاف إطلاقا إيفم تجدت معا جدت فليس ظاهرها في اللغة كيف تظاهر رسالة مقارنة مطلقة ملي انجر جدت من غير وجوب مماسة أو محاذاة. مماسان إرّا وأن تقطقون يوكاني اتمقابلاتهن عن يمين أو شمال جهة مرقات تكا جهة بتاتين كان عملت جدت مطلقما دوبا تنكا مقارنات الرافهم ما يجت. فإذا قيدت بمعنى من المعاني يودوبا تني معان لغا كيست إطلاقا نفت ظاهر في مقارنة رمكو فيجت يوم مقيدمته معنى ونرى سهل يقيدمت دلت على المقارنة في ذلك المعنى معنى تنكيست مقارنة جرى سورة قجلجد فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا أكنا جلما فلغات تجد. ويقال هذا المتاع معيد ميشان كن ناوجين جرانج لمجامعته لك وأن نسي وجه والاتقاب ميجروف وإن كان فوق رأسك وتملي قباك يجرو معنا معيد فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة جد. وصدق رحمه الله تعالى فإن من كان عالما بك نمشي بك مطلعا عليك كسرة ملتات جد كانت جلالك دندل مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة والدنجر وإن كان فوق عرشه حقيقة ثم اللي قبار شيء لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان وتذكر التكيسة والكفم لازم. الوجه الثالث وجه سلفان أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق حق مخلوقا كيست معي يمان في علو يمان وتمكاته نلأوم تجتوة قدروا لك لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق كمخلوقا كيست ندرقم وتملى جتو قدره كخالقا كيست مو دوبا ندرقم جتون اللزم ويتون الذي جمع لنفسه بينهما يدعو علويات معيوما وفي ذاته والاستقامة لأن الله تعالى لا يماثل شيء من مخلوقاته كمخلوقات كيست يعلو ملكا ساكيسا كمثل هو ميجو مخلوقات ساكيسا كان يتوقعات انجرو كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية كيست حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة وندبة من قرآن فتيسة كيست من قربه ومعيته فيه يسار معي ما يسار لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته وان دوبة مدوبة تنيه في علوي ما ربي الرا دوبة تنيه فوقي ما قباتي توي ساسن الراجل فإنه ليس كمثله شيء وأن يتفقد كل جرو في جميع نعوته
صفتها هند كيست جلسل وهو علي ربي والتهال في دنوه دياتون مساتي والجن جلسل قريب في علوه ديول والتهنت مساتي والجنين أكن جري واسطيا كيف تلبت جلسل لك شيخني ابن تيمية رحمه الله تعالى مؤلفين شيخني شيخ محمد بن صالح رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية را كلامنا مفيدات دوبا قتنيكا أكان كان جبي فتمو نونكلني ولما قالك لو أن المعية في المخلوق يلزم منها المخالطة والاجتماع في المكان الواحد فهذا بين المخلوق والمخلوق أما الخالق فهو ليس كالمخلوق يجوز والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين